وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يا صباح الخير، عاملين ايه في الجو البرد ده؟ هو مش برد بس، ده الجو اليومين دول تلج. الجو تلج قوي. فطمنوني بقى، عاملين ايه؟ والدنيا عندكم برضو برد زينا كده ولا الجو حلو؟ احنا برغم ان مفيش مطر ولا اي حاجة، بس اليومين دول الجو ساقع قوي. المهم بقى، صحيت من النوم فقلت بقى لازم مع الجو ده نعمل حاجة كده تدفينا وحاجة نفطر بيها وتكون برضو ايه حلوة كده في الشتاء ده. فعملت بقى كيكاية حلوة كده علشان نفطر بيها، لان كنت رايحة برضو مشوار، فقلت اخلص الكيكاية بتاعتنا الحلوة دي ونفطر، وبعد كده بقى نروح المشوار بتاعنا. انا الصراحة اليومين دول ببقى عايزة، يعني بنزل بقى الف كده على حاجات العيد وكده، علشان في رمضان هيبقى الوقت ضيق قوي ان احنا طبعا نجيب حاجتنا كلها، وكمان مع البرد بقى والصيام وكده النزول بيبقى صعب. ف... فكمان قلت بقى ايه، يعني اخلص بقى كل حاجة كده ورايا، وكل حاجة ناقصاني، بحيث ان الواحد يبقى قاعد كده في شهر رمضان مطمن كده ان حاجة العيد عنده، ما ينزلش بقى يلف كتير والكلام ده. المهم عملت طبعا الكيكه دي معاكم قبل كده. بس قبل ما نبدأ بقى كده ونقول اي حاجة، اللي لسه ما اشتركش في القناة واول مرة يشوفها ما ينساش ان هو يشترك في القناة، وكمان يفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصله على طول. يلا بقى كده نبتدي الروتين بتاعنا. انا عملت هنا كيكايه حلوه كده في الخلاط، انا الصراحه بحب ان انا اعملها في الخلاط. عندي المضرب الكهربائي، وجربت برضو العجانه، وجربت ده كله، بس بستسهل ان انا اطلع كده الخلاط واقوم عامله المكونات دي كلها مع بعض بقى. بحط كوبايه ونص من السكر، كوبايه من الزيت، كوبايتين ونص من الدقيق، وطبعا بيضتين، وبحط فانيليا، وبقوم ضربه بقى وعصير برتقال، وبضرب دول كلهم في الخلاط، وبكون بقى مجهزه الكوبايتين ونص الدقيق لوحدهم مع بيكنج باودر. ولما بضرب بقى كل الخليط ده بنزل على الدقيق لوحده كده، وما بتاخدش مني وقت، وبكون بقى مجهزه صينيه كده وحاطه رشه دقيق كده علشان ما تلزقش، وبحطها في الصينيه. فجهزت بقى الكيكه الحلوه كده ودخلتها الفرن. والجو كان يعني انا برضو قلت افتح الشبابيك شويه، بحب ان انا اصلا يعني الهوا حتى او الشمس يدخلوا الشقه اول ما بصحى كده. ففتحت بقى الشبابيك وجهزت طبعا الكيكايه الحلوه دي، وقلت بقى افطر كده، وبعد كده بقى نشوف ورانا يعني هنعمل ايه تاني. المهم بقى هنا كانت الكيكايه طلعت كده من الفرن، والصراحه الطريقه دي حلوه وبتخلي الكيكه معايا هشه وطريه جدا، وبتكون زي الاسفنجه كده. بتبقى حلوه أوي، جربوه. بقى كده الكومنتات بتاعتكم اللي يعني عايزاها تشجعني، وعايزه اعرف منكم بقى ابتديتوا تنظيفات رمضان ولا لسه، وعاملين برضو تفريزات ايه رمضان. ناخد برضو افكار كده حلوه من بعض، يعني مفيش كومنتات خالص بتتكتب ان عملتوا اي حاجه في رمضان. فان شاء الله في اول اتنين هبدأ كده ان انا اجهز بقى التفريزات بتاعه رمضان. وكمان يعني اليومين دول علشان بقى بخلص المشتريات اللي انا عاوزه اشتريها، وكان في حاجات كمان عاوزه اكملها في الزينه بتاعه رمضان. فبخلص دول كلهم بحيث ان اول شهر اتنين ان شاء الله نبدأ بقى نفرش كده مع بعض الزينة الحلوة دي. انا الصراحة بستنى اليوم اللي افرش فيه زينة رمضان. بحب الاجواء بتاعه رمضان جدا، وبحب اصلا اشوف الشقة كده. يعني انا ببتدي اصلا فرش الزينة كل سنة بدري شوية، علشان شهر رمضان بيبقى سريع، شهر سريع جدا وبيخلص بسرعة. فانا بحب اشوف زينة رمضان قوي، فبضطر بقى ان انا افرشها بدري شوية بحيث بقى تقعد معانا شوية حلوين، يعني قبل الشهر حتى كده باسبوعين، يبقى الشقة كده شكلها حلو وبتبقى شكلها مفرح كده. فان شاء الله يعني هبدأ بقى في اول شهر اتنين نفرش بقى الزينة كده ونشوف شكل الشقة معانا بالفرش الرمضان. المهم كانت بقى الكيكة كده خلصت معايا وقطعتها، وعملت لي كمان شوية شاي بقى معاها كده. طبعا الكيكة بتبقى حلوة مع الشاي وفي الجو اللي احنا فيه ده. وخلاص بقى كنا فطرنا، وزي ما قلت لكم يعني كنت رايحة بقى كده اظبط حاجة العيد، لان انا جبت الكرمة الحمد لله، طقم العيد بتاعها. فناقص بقى يعني الشوزات، وناقص برضو شوية حاجات برضو عايزة اجيب لها ترنج بيتي. فكل ده طبعا مش هيجي في يوم واحد، وكمان يعني مش هننزل برضو، يعني هياخد وقت ان انت تنزلي وتلفي وتدوري وكده. فعلشان كده بقول لكم ما ينفعش طبعا ننزل كل يوم بقى في رمضان وكده، يعني هنبقى بقى صايمين والجو كمان هيبقى برد.
فنخلص بقى حاجتنا كده وعشان نقعد يعني نبقى داخل علينا العيد ونبقى الحمد لله مخلصين حاجتنا. المهم خرجنا، وزي ما انتم شايفين برغم ان الجو برد، طب بس احنا طبعا البيبسي يعني بالنسبه لنا ادمان، فشربنا بيبسي بقى وجبنا ليمون. ونيجي بقى لجوع اخر الليل، ده كده جوع اخر الليل. طبعا بعد ما جينا بقى وكده بعدها بشويه كمان، في البرد ده الواحد بيبقى عاوز ياكل حاجه كده يعني تكون مغذيه وتكون كمان سريعه كده. فكان نفسي قوي اعمل الوصفه دي، كنت شايفاها برضو على الفيس كده فعجبتني، فقلت يلا قوم كده جربها. وزي ما قلت لكم الشتا ده بيحب الاكل، وبما ان الجو برد فقلت يلا بقى اعملها كده ونتعشى بقى. اكيد حد هيقول طبعا بنتعشى بقى رز بسمتي وفراخ وكده، فعادي يا جماعة عادي، انا يعني ما بيهمنيش اي حاجة. انا الحمد لله يعني انا مش بزيد بسرعة قوي، فبالنسبة لي بعمل اي اكلة في اي وقت، مش ان انا ماشية بقى على نظام معين او مثلا بزيد بسرعة او كده، لا. فعادي يعني انا ما بدققش، بعمل اي اكلة في اي وقت، واكتر الاكلات اصلا بعملها وبناكل بالليل. المهم بقى هنا الوصفة دي اما اقولها لكم بقى يعني حلوة قوي الصراحة وجربوها هتعجبكم. عملت هنا فراخ قطعتها كده مكعبات صغيرة، وحطيتها بقى عليها البهارات بتاعتها، شوحتها الاول في شوية زيت، وحطيت عليها بقى يعني معلقة كده من بهارات الرز البسمتي، بيبقى فيها كل البهارات، الكركم والكاري، وحطيت عليها كمان شوية من الشطة لو انت عايزينها تكون سبايسي شوية، وفلفل برضو كده سبايسي. وبعد كده كنت غاسلة الرز البسمتي، بس سيبتها الاول لحد ما الفراخ استوت شوية، هي طبعا علشان متقطعة مكعبات ما اخدتش وقت. فالمهم سبتها استوت شوية، وبعد كده نزلت بالرز وحطيت بقى كده، يعني انا كنت عاملة كوباية رز فحطيت لها كوبايتين من المية المغلية، ولو في شوربة بتحطي، ولو ما فيش بتحطي مرقة دجاج برضو بتخليها حلو. هنا بقى كان الطبق بتاعنا جاهز، وده فعلا اللي ينفع يعني الجوع اخر الليل. فاكتبوا لي بقى في الكومنتات كده عملتوا ايه رمضان، ناخد افكار من بعض. وهنا كنا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واقول لكم مع السلامة.